السلام عليكم. تعالوا مع بعض نفهم الديبندنسي انجكشن. اهلا بكم في angular.dev النسخه الثانيه من الانجولار دوكيومنتيشن. هنا داخلين على الاندبث جايدز وهنا داخلين على الديبندنسي انجكشن. في الديبندنسي انجكشن مثلا لما بتيجي تكول ال HTTP سيرفيس، تمام، بتكول ال HTTP كلاينت، تمام، بتحطه في كديبندنسي للكلاس بتاعك، تمام. كده انت ضمنت اكتر من حاجه. بس تعالوا الاول نشوف الديبندنسي انجكشن ايه الاصل بتاعها. الاصل بتاعها برنسبل عندنا مشهور اسمه الفيرجن اوف كنترول. في العادي ان الخطوات البرمجه بتكون محدده وواضحه زي كده: برنت انتر يوزر نيم، ايرا النيم، انتر ادريس، ريد الادريس، بعد كده السور في الداتابيز. بعد كده لما ظهرت الجي اي واحده واحده، تمام، بدا يظهر في برنسبل جديد اسمه الانفيرجن اوف كنترول. بدا ان اول لما تخلص الستور في الاي او البي ايهما اقرب تسيف دي في الادريس وتسيف دي في النيم، وبعد كده لما يضغط سيف بوتون تسيف دي في الداتابيز، تمام. عشان نوضح المثال اكتر بيقول لك سيبريت وات تو دو بارت، انت عايز تعمل ايه من امتى هتعمله، تمام. وعشان النقطة الثانية تكون برضو مهمة، ensure that when part knows as little as possible about what part. when part يعرف أقل ما يمكن عن what part. وأمثلة على كده الايفنت هاندلنج والديبندنسي انجكشن والانترفيسز وغيرها، تمام. طيب تعال نخش على الديبندنسي انجكشن ونعرف هي ايه واحدة واحدة. اولا الديبندنسي انجكشن هي مش مقتصره على فريم ورك انجولار، ولكن هي موجوده في فريم وركس كتيره زي دوت نت وغيرها، وهي زي ما قلنا ديزاين باترنز، تمام، ومعتمده على الديزاين برنسبل اللي هو الفيرجن اوف كنترول، تمام. طيب ايه المميزات اللي الديبندنسي انجكشن بتوفره للكود بتاعنا؟ الكود بتاعنا بيبقى تيستابل، بيبقى لوسلي كابلد، مش مرتبط ببعضه ارتباط كلي، تمام. وبالتالي التستابيليتي زادت والموديولاريتي زادت، وبالتالي الكود بتاعي بقى كلين كود، تمام. طيب بيقول لك ان انجولار بيفاسيليتيت بيهيئ العمليه دي عن طريق حاجه اسمها الانجكتور، تمام. وفي الديبندنسي سيستم لازم يكون في كونسيومر ولازم يكون في بروفايدر، حد هيدي الديبندنسي وحد هياخد الديبندنسي، تمام. وفي حاجه عندنا اسمها روت انجكتور. روت انجكتور دي هي الاصل في ان هي تخزن كل حاجه، وفي حاجات بعديها ممكن تكون مخازن للديبندنسيز، تمام. طيب عشان نبروفايد ديبندنسي عندنا حاجه من 4 حاجات. اول حاجه ان احنا نعمل بروفايد في الروت ليفل، تمام. تاني حاجه اللي احنا نبروفايد في الكومبوننت ليفل، وتالت حاجه اللي احنا نبروفايد في الابلكيشن ليفل، ابلكيشن روت ليفل عن طريق الابلكيشن كونفيج، ورابع حاجه اللي احنا نبروفايد في الان جي موديول، تمام. طيب مثال، اول حاجه عشان يبقى الكلاس بتاعك انجكتابل لازم تحط الديكريتور ده انجكتابل في الاول عشان تهيئ الديبندنسي انجكشن سيستم ان هو يعرف ان ده قابل ان هو يبقى انجكتد، تمام. وبعد كده تستخدم بروفايدد ان روت لو عايز تحطه في الروت، تمام، او تحطه في الكومبوننت ليفل. بس خلي بالك الكومبوننت ده لو كررته مرتين كل واحد من الكلاس هيتكرر مره والثانيه لو ما فيش بروفايدد ان روت، لان هيعتبر ان السيرفيس هينشئها مره والثانيه. وبعد كده ممكن في الاب كونفيج، تمام، ده سكند ارجيومنت بيجي وانت بتعمل بوت ستراب للابلكيشن، تمام. هتبصي له الاوبجكت ده في الهيرو سيرفيس، تمام. وبعد كده في الان جي موديول زي ما احنا متعودين قبل الستاند الون كومبوننتس، تمام. طيب عشان نكونسيوم الديبندنسي بقى، خلاص دلوقتي احنا عملنا الديبندنسي بان احنا خليناها انجكتابل. طب عايزين نكونسيومها بان احنا نعمل برايفت، تمام، والتايب بتاع السيرفيس، تمام، والشورت نيم بتاعها او برايفت او بابليك، تمام، على حسب الاستخدام اللي انت هتستخدمه. وهنعمل الشورت نيم بتاعها وهنعمل انجكت في الميثود الثانيه، تمام. وهنستخدم الهيرو سيرفيس، تمام. طيب
كده عملنا اول سيرفيس واستخدمناها في الكود بتاعنا. طيب تعالوا نشوف ممكن ازاي نعمل سيرفيس ازاي. طبعا ممكن نعمل سيرفيس بان احنا نعمل ng generate سيرفيس، تمام، واسم السيرفيس اسم الفولدر وبعد كده اسم السيرفيس، تمام. واتفقنا ان الريكومندد هو روت، ولكن في يوز كيسز مختلفه، تمام، ان انت ممكن تستخدمها على هيئه البوت ستراب، وممكن تستخدمها على هيئه الاليمنت ليفل، وممكن تستخدمها على هيئه الان جي موديول، تمام. والانجكتد سيرفيس بيكون بالطريقه دي من غير برايفت او بابليك، هتكون بابليك، تمام. وممكن تستخدمها بالطريقه دي this.logger، تمام، .log اللي هو الميثود اللي في السيرفيس، تمام. وبعد كده هنيجي نعمل configuring dependency providers. هنعمل configuring dependency providers واحنا بنعمل provider او بنستخدم dependency، تمام، بنستخدم الكلاس بشكل كده. ده اسهل وابسط شكل لاستخدام الديبندنسي، تمام. ولكن في شكل تاني اللي انا ممكن اعمل يوز كلاس، تمام، وده هيستخدم برضه الديبندنسي، تمام. وممكن استخدم كلاس تاني بالشكل ده، وممكن ده بنسميه توكن وده بنسميه كلاس. وممكن نستخدم يوز اكزيستنج لو حابب ان ده يريبليس ده، تمام، حابب ان النيو لوجر مثلا يريبليس الاولد لوجر، تمام. وممكن يوز فاكتوري لو حابين نعمل ادفانسد موديفيكيشن على السيرفيس بتاعتنا، تمام. يوز فاليو بنستخدمها لما نستخدم كيز ثابته زي اريز مثلا او زي اوبجكتس، تمام، بنستخدم يوز فاليو، تمام. وممكن نستخدم انجكشن توكن زي كده ونحط التايب بتاعه ونحط الديسكريبشن بتاعه لو عايزين نعمل ديباجنج او شيء من هذا القبيل، تمام. وممكن نستخدم انجكت بارامتر ديكوريتور عشان نحط الاب كونفيج، تمام، ونخليه بالفاليو بتاعتنا. طبعا عايزين نخش بعد كده على الانجكشن كونتكست. الانجكشن كونتكست يهمنا فيها النقطه دي. طبعا لو انت عامل لها ديكلاريشن في الكلاس يبقى تقدر تستخدمها في الكلاس. طب لو عايز تستخدمها على هيئه ميثود صغيره، الميثود بتاعتها هتعمل run in injection context وهتعمل inject من angular core وهتستخدم السيرفيس بتاعتك في الكلاس بتاعك، تمام. بعد كده عندنا الهيراريكال انجكتورز. زي ما اتفقنا ان في ليفلز في الانجكشنز. عندنا الانفايرمنت انجكتور، تمام، وعندنا الموديول انجكتور وعندنا البلاتفورم انجكتور وعندنا الاليمنت انجكتور، تمام. الانفايرمنت انجكتور دي بتكون انجكتابل او بروفايدرز في الابلكيشن اري، والاليمنت انجكتور بتكون على مستوى الكومبوننت او الدايركت، تمام. طبعا روت دي هتريجستر في الاول خالص. زي ما احنا اتفقنا في environment injector، في environment root environment injector، وفي environment injector، وفي null injector. ده بيثرو ايرور unless اللي انت تستخدم اوبشنال. هنيجي نشوف الديكوريتورز دي بتعمل ايه حاليا. حاجه زي الديكوريتور اللي هو اوبشنال، يعني ممكن يكون موجود وممكن ما يكونش موجود. ما تعمليش ايرور ولكن اديني النل، ده الايرور. سيلف يعني ابحث في الاليمنت بتاعك، تمام، في الاليمنت انجكتور، تمام. لو لقيت سيلف خلاص اديني الانجكتور، لو ما لقيتش خلاص ما تدينيش. لو اوبشنال اديني النل، تمام، لو ما لقيتش. وعندنا سكيب سيلف يعني سيب الاليمنت اللي انت فيها وروح للبيرنس بتاعتك، تمام. وعندنا سكيب سيلف واوبشنال برضو تعمل تدينا نل وتكيب سيف. وعندنا هوست، لو الهوست هو ده اللي فيه هو اللي فيه البروفايدرز. واوبشنال زي ما اتفقنا ان هو ممكن يكون موجود وهو ممكن ما يكونش موجود، تمام. بعد كده عندنا في الانجولار ديبندنسي انجكشن، ادفانسد ديبندنسي انجكشن، الاوبتمايزنج انجكشن توكنز دي هنتكلم عنها في فيديو لوحده.
وده مثال بسيط جدا للديبندنسي انجكشن ان اكشن. هنا سمى البراوزر ستورج بنيو توكن براوزر ستورج، وعمل ان بروفايدد ان روت، تمام، والفاكتوري لوكال ستورج، تمام، والكي بقى الكي ده، والست بقى بالكي بالفاليو ده، تمام، واستخدم الاستورج دي، تمام. وهنا استخدم الاليمنت ريف استخدام بسيط برضو، وفي برضو استخدامات بسيطه زي ما انتم شايفين اللي هو لو حابب تعمل كاستوم سيرفيس، لو حابب تستخدم ال HTTP requests، لو حابب تستخدم يعني كل الاستخدامات دي بسيطه. بس احنا اتفقنا ان احنا هنشرح ادفانسد انجلر، فعشان كده شرحنا كل حاجه ممكن تلاقيها في الدوكيومنتيشن ان شاء الله. كان معاكم استاذ سليمان، ولايك وشير. باي.